فوتبول هايلايتس، برنامج اسبوعي هنتكلم فيه عن كل ما يخص احداث الكره المصريه والعالميه كل اسبوع. شرفني النهارده ان يكون موجود معايا الكابتن خالد بيومي، نجم التحليل في مصر والوطن العربي. مساء الخير كابتن خالد. اهلا بيك كابتن، اهلا بكل الساده المشاهدين. اهلي وزمالك، نبدا مع بعض مع الاهلي الطرف الاكثر معاناه في هذه الفتره. الاهلي من مباراه الزمالك 2-0 وحتى الان تراجع بشكل مخيف جدا. هي امور كثيره جدا، تفاصيل كثيره جدا بتخص النادي الاهلي كمجلس اداره، بتخص النادي الاهلي كشكل فني واداء فني في الملعب. الاهلي حتى قبل مباراه الاهلي والزمالك اللي كسب فيها 2-0 لم يقنع، انما في النهايه عده امور، واحد منها اعتقد ان الاداره الفنيه اداره لم ترتقي بشكل واداء النادي الاهلي. اثنين، موضوع حسام غالي. حسام غالي حتى الان وحتى التوقيت وحتى تاريخه ليس هناك لاعب بديل ليه في النادي الاهلي، في القياده الفنيه، في اداره الملعب، في النواحي النفسيه، في ان هو ليدر الفريق. دي كلها في رايي تاثر كتير جدا. ثالث حاجه، ناس كتير بتتكلم ان الاهلي بعد مباراه الزمالك انهار. انا اتصور ان الزمالك كان سيء جدا والاهلي كان سيء جدا. الاهلي لو في التوب ولو في القمه في المباراه اللي كسب فيها 2-0 كان ممكن يتخطى الزمالك بفرق كبير جدا في الاهداف، ولكن عشان الاهلي سيء على المستوى الفني وعلى المستوى الخططي والمستوى التكتيكي، انا في رايي كان اداؤه غير جيد. رابع حاجه، بلغه كره القدم وعرف كره القدم معروف ان لما بيجي لك صفقات كتيره 6-7 صفقات دول اللي كان محتاجهم من النادي الاهلي، ما ينفعش تحطهم مره واحده في تركيبه موجوده معاك من السنه اللي فاتت. كابتن فتحي مبروك حاول يحط في كل مباراه 3-4 لعيبه جدد، وانا في رايي ده اثر كتير جدا على جماعيه وقوه النادي الاهلي. ما معنى كلام فتحي مبروك بان هناك مؤامره في الاهلي؟ لا، ما اعتقدش انها مشوار الاهلي ولا تاريخه ولا لعيبته ولا امكانياته تقول ان في مؤامره. ممكن يكون عدم اقتناع من لعيبه النادي الاهلي بامكانيات الكابتن فتحي مبروك، وانا اسف ان اقول الكلام ده. ممكن يكون معظم اللعيبه في النادي الاهلي غير مقتنعين بالاداء الخططي للكابتن فتحي مبروك. اذا كانت في مؤامره فممكن تكون المؤامره على جريده مش على فتحي مبروك. خالد بيومي يا مدير الفني للنادي الاهلي، يبدا ازاي قدام الزمالك؟ اول شيء، في مشكله في النادي الاهلي اسمها قلبين الدفاع. مع احترامي وتقديري، الاثنين قلبين الدفاع ما عندهمش امكانيات ان هم بدايه طريقه او بناء اسلوب. ده كان موجود مع عماد النحاس، كان موجود في بعض اللعيبه اللي كانوا موجودين في قلوب الدفاع في النادي الاهلي. عشان كده افتقد النادي الاهلي للبناء من تحت اذا كان في رقابه من قدام. ممكن نلاقي الكابتن زيزو بيلعب بطريقه مختلفه تتعب كتير جدا جوزوالدو فيريرا يلعب 3-5-2 عادي جدا. يعني الكابتن زيزو ممكن يعملها، ممكن يفاجئ مصر كلها والوطن العربي يلعب ب3 في قلب الدفاع عشان يضمن حته العمق الدفاعي، يحط فتحي وسعد ونجيب ويلعب بطرفين ملعب طايرين باسم وصبري رحيل، ويلعب بثلاث لعيبه في نص الملعب، عبد الله السعيد، حسام عاشور، حسام غالي، ويلعب باثنين رؤوس حربه اذا اراد. تدي الفرصه لشريف تاني ولا تدي الفرصه لاحمد عادل؟ لا، شريف طبعا، مش تقليل في احمد عادل، لكن شريف اي حارس مرمى بيخطئ. حراس مرمى كبير جدا على مستوى العالم عملوا اخطاء، اخرهم مانويل نوير من حوالي 3 اسابيع. اعتقد ان شريف الانسب والامثل لحراسه النادي الاهلي. كان ليك تحفظ على وجود ايفونا وانطوي مع بعض؟ ما يعني انا شايف ان الاثنين يبداوا صعب جدا، انما عشان تحط الاثنين مره واحده ده ضغط جمهوري، عدم ثقه في الناس اللي موجودين، ضغط من مجلس الاداره. ده مش قناعاتك الشخصيه اللي انا شفتها خلال الملعب، ولا ناتجه عن ان انت عاوز تعمل تغيير في النادي الاهلي. لو حصلت معجزه وحجازي ورامي ربيعه تأيدوا يلعبوا فورا؟ طبعا، لان هتحل المشكله اللي قلت لك عليها. الاثنين قلبين الدفاع في النادي الاهلي ما عندهمش قدرات فنيه او مهاريه او قدرات ان يلعبوا الكره برجليهم. الاثنين بعرف لغه او لغه كره القدم الاثنين هجامين زي فتحي وعاشور. انت محتاج عقل. اخيرا، كيف يدافع الاهلي امام الزمالك؟ الدفاع يبدا من قدام، لازم يكون في تعليمات للثلاثه اللي قدام على حسب الطريقه اللي هيختارها الكابتن زيزو. لازم يكون في فصل لعيبه خط دفاع نادي الزمالك ونص ملعبه. لازم يكون في نسب استحواذ، دي كانت ميزه النادي الاهلي ب5 لعيبه موجودين، رمضان ووليد وعبد الله السعيد مع الاثنين اللي تحت في نص الملعب حسام غالي وحسام عاشور. لازم يكون في كثافه موجوده في كل اركان الملعب لان نادي الزمالك بيتميز باطراف ممتازه جدا. كل ده لازم النادي الاهلي يبدا من قدام. بعد السيناريو الدرامي للزمالك، مين بيعيش حاله نفسيه اسوء، الاهلي ولا الزمالك؟ لا طبعا، الزمالك خرج من النجم الساحلي مباراه تاريخيه. ناس كتير جدا في مصر قالت ان الزمالك لا يقدر، وانا كنت بتكلم عندكم قلت ان الزمالك ممكن يقدر نفسيا. بعد مباراه النجم الزمالك حس انه فرقه تقيله، فرقه كبيره، ممكن ترجع في اي وقت.
ده الفارق بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، وده دور الجهاز الفني للنادي الاهلي في الفتره الجايه. الشناوي جنش. لا الشناوي طبعا، يعني انا بص ضد جزئيه ان حارس مرمى يخطئ يجي الحارس البديل. جنش مباريات الكاس اعتقد انه اثبت كفاءه عاليه جدا، ولكن الشناوي يبقى من الحراس الكبار جدا، يمكن من افضل حراس المرمى الموجودين على مستوى مصر. مباراه النجم الساحلي الاخيره اديته فرصه انه يرجع تاني يستعيد الثقه بنفسه، شال انفرادين ممتازين، بدا يرجع تاني ان هو الشناوي اللي عنده ثقه في نفسه اللي يساعد خط الدفاع. فاعتقد ان الشناوي الاجهز في الوقت الحالي نفسيا وفنيا يلعب مباراه السوبر. الحاله الفنيه لدويدار افضل من علي جبر؟ الميزه في نادي الزمالك ان كل لعيب بديل بنفس مستوى اللاعب الاساسي. علي جبر خرج وكان دويدار موجود، دويدار قدم مباراه اكثر من رائعه وبقاله فتره ما بيلعبش، ومعناه انه جاهز ويحسب بالجهاز الفني فنيا ونفسيا وبدنيا. دي اهم شيء، ان تلعب 85 دقيقه ب 10 لعيبه ودويدار يلعب نفس المباراه. عشان كده اعتقد ان دويدار كلاعب مطلوب في المباريات اللي جايه، مش عشان علي جبر اخطا، ولكن علي جبر يعد من افضل قلوب الدفاع اللي موجودين في الوقت الحالي. انا مع بدايه علي جبر ودويدار الاثنين. كوفي انا شايفه لعيب نص ملعب اكتر كمان، لانه لاعب خفيف سريع الحركه مقاتل جدا. حماده طلبه او جمعه؟ انا مع حماده، لان حماده مظلوم كتير جدا في الزمالك ومظلوم في مصر. الناس بتاخد بالنظر ان حماده طلبه دفاعيا سيء، ولكن المشكله لو انت جبت جبهه نادي الزمالك اللي فيها عمر جابر وحازم امام، او احمد توفيق وعمر جابر او حازم امام، هتلاقي جبهه مهاريا عاليه، سرعه، امكانيات دفاعيه ممتازه جدا، روح قتاليه عاليه جدا. الجبهه اليسرى 50 متر اللي قدام لمعروف يوسف، وال 50 متر اللي تحت بتوع حماده طلبه ملوش دخل بيهم خالص، وده عنصر صعب جدا في الكوره، لان المفروض ان يكون في تامين دفاع لمعروف يوسف من على نص الملعب لحماده طلبه. ده ما حصلش في مباريات كتيره جدا. اللي شال العبء واللي تعب فيه هو حماده طلبه، مع اني انا في رايي ان حماده يعد من اهم اللاعبين اللي لعبوا في نادي الزمالك، رايت وقلبين دفاع وباك ليفت، والاربع اماكن اداهم بمستوى ممتاز جدا. فانا مع حماده طلبه، لان مباريات النادي الاهلي او مباراه النادي الاهلي سلاح هجومي هيلعب ممكن برمضان ووليد ومع باسم علي، فمحتاج لعيب مقاتل دفاعيا. حازم امام، عمر جابر، احمد توفيق وجابر، يعني بدون كلام وبدون نقاش. حازم انا ممكن اشتغله بديل، ممكن العبه نص ملعب الشوط الثاني كلاعب سرعات، عنده سرعات عاليه، يتعب كتير جدا صبري رحيل او حسين السيد. تلعب بثلاثه ابراهيم وطارق وكوفي. لو عمر لعب كلاعب وسط ملعب هيبقى انا مش محتاج كوفي في الوقت الحالي، انما هلعب عمر وطارق وابراهيم صلاح. طارق وابراهيم صلاح تامين دفاعي بنسبه 100%، عمر جابر شكل هجومي وصناعه لعب وحتى كمان كلاعب ارتكاز ممتاز جدا، مع طرفين ملعب ممتازين في الشق الامامي ايمن حفني او كهربا مع باسم مرسي. حفني، كهربا، باسم مرسي، ثلاثه مهاريين عاليين جدا، ولكن بناء الزمالك من العمق اصبح ضعيف. عاوز اقول لك ان العمق، لان طبعا كان في الاول موجود مؤمن، ومؤمن ما كانش ليه بديل في نادي الزمالك، انما في الوقت الحالي ممكن اللي يشتغل الحته دي عمر جابر ويلعب تحتيه طارق وابراهيم صلاح. لو انت عاوز تامن نص ملعبك فانت هتحولها ل 4 2 3 1 بعمر في القلب قدام الاثنين وايمن حفني وعندك كهربا، يا اما تعمل العكس تحط جابر على اليمين وتحط ايمن حفني في القلب عشان يرجع لعيبه نص الملعب وتلعب لعيبه ارتكاز وباسم مرسي. ما ينقص نادي الزمالك هو راس حربه الثاني مع باسم مرسي، لان احمد حسن مكي مش راس حربه صريح. انا بقى يعني حتى في الحرس كان بيلعب على الطرفين، يا اما هنا يا اما هنا، كان اكتر على الشمال. وجود كهربا مش مدي فرصه لاحمد حسن مكي، انما عدم وجود راس حربه تاني على دكه البدلاء نادي الزمالك يخليك تفكر مليون مره في تغيير لباسم مرسي، يخليك تغير في تغيير الطريقه. اذا كنت خسران ب 4-4-2 ساعات بينزل مكي بس مش لاعب راس حربه صريح. كده اعتقد ان وجود راس حربه واحد بس يعني نسبيا هي دي نقطه الضعف اللي موجوده في نادي الزمالك. رساله اللاعب من الاهلي ورساله اللاعب من الزمالك. رساله لباسم مرسي، انت راس حربه كبير جدا، جيت من الانتاج واقنعت مصر كلها والوطن العربي لدرجه ان الخليج كله بيتفرج على باسم مرسي انه راس حربه عنده قدرات ممتازه جدا. انتظر منه الهدوء والتركيز، لعيب كبير جدا وراس حربه فعلا يستاهل راس الحربه. انتظر منه المنتخب المصري. الاهلي، رسالتي لحسام غالي،
حسام غالي عليه دور كبير في الماتش اللي جاي. هل الليدر هيقدر يستعيد للنادي الاهلي شخصيته هذا الموسم ببطوله او بلقب في نهايه السيزون؟ ده اللي انا انتظره من حسام غالي امام النادي الاهلي. اخيرا لو انت رئيس قناه، مين يقدم استوديو السوبر ومين يعلق عليه؟ في مصر ممكن اقول لك كابتن احمد شوبير، لانه صراحه على المستوى الفني يعني انا قادر جدا يعرف يدير استديو ممتاز. تعليق انا من محبين او مستمتعين بصراحه بالكابتن محمود بكر، بس انا في المباراه دي في ابو ظبي الرياضيه، وهيكون موجود معانا المعلق العربي لاول مره يعني كابتن علي سعيد كعب. فانا بقول برضو الجمهور المصري استمتع لانه معلق ممتاز، فاهم كوره، عارف يشتغل ازاي، ومحبوب من الوطن العربي. اسال خالد بيومي، ده الهاشتاج اللي هيكون على الفيسبوك وعلى تويتر، واللي هنستقبل فيه كل اسئلتكم لكابتن خالد في الحلقات الجايه. سؤالنا ليكم في حلقه الاسبوع ده توقعاتكم لمباراه الاهلي والزمالك. سيبونا الاجابات في الكومنتات ونشوفكم الحلقه الجايه.